إذا كنتي من عشاق الرز بحليب والمبطن وبدك رز بحليب ناجح 100% ومشوط وبدون نشا، تابعي معي وركزي معي. نعمل أسهل رز بحليب بأطيب طريقة. راح نعمل كمان بالوزة أو مبطن، انتو كيف بتقولوا له ببلدكم. بلش بالحليب، 4 لتر حليب بقري كامل الدسم حصرا، غليهم على النار. أنا بغليه تقريبا نص ساعة على نار وسط. يغلي الحليب بحطه على نار هادية، بخليه يغلي أكتر. سيري بخليه يشوط ويعطي نكهة أطيب. بهذا الوقت رح أحضر 4 فناجيل رز، رح أغسلهم كتير منيح. عيارهم كل لتر حليب فنجان رز. أنا حطيت 4 لترات حليب، يعني 4 فناجين رز. رح أغسلهم منيح، بس غسل بدون نقع لأحتفظ بالنشا فيه، واتركهم لحتى يصفوا، حتى ما يكون في مي بهاد. الوقت رح نعصر البرتقال، يعني هي العصارة عذبتني بس ماشي الحال. عصرت تقريبا 2 كيلو برتقال. للمبطن انتو حسب قد ايه بتحبوه، حسب الكمية اللي عندكم انتو بتضيفوا على راحتكم. رح نعمله بطريقة كتير سهلة. رح يغلي الحليب، هون رح صفي العصير البرتقال. طلع معي تقريبا 4 أكواب. وبنفس الوقت عملنا قشطة كتير طيبة. كل ما كان يغلي الحليب كنت آخذ القشطة على صحن. وهلأ بعد ما تأكدت إنه غلي الحليب منيح، رح ننزل الرز تدريجياً. شوفوا الرز عندي ناشف بس مغسول ومصفى. وبحرك وبنزل الرز وبحرك. بس حطينا الرز بدنا نوطي الغاز كتير، بدنا نحطه على نار هادية، وكل شوي نحرك حتى ما يلزق الرز. وكل كم دقيقة لازم تحركي للرز. وبس يستوي الرز تماماً، ننزل عليهم ب4 فناجين من السكر. ولما نحط السكر منحرك تحريك مستمر شوي، تقريباً 5 دقايق لنتأكد داب السكر. هاي النتيجة رح تكون بآخر مرحلة. وكل ما حسيتي برد الحليب علي النار شوي، خليكي جنبه طبعاً مع شوية تحريك. بس يغلي رجعي هدي عليه. كل ما حسيتي برد الحليب عليه شوي ورجعي هدي عليه. أنا تقريباً أخذ معي 2 لساعتين ونص بس بتاخدي أطيب رز بحليب بدون نشا. وهي القشطة كمان ما شاء الله، القشطة كتير طيبة. تاكلوها بالفطور الصبح مع عسل تطلع غير شكل. رح شيل القشطة وحركه وشوف القوام. لما تحسي إن القوام تقل وأنت عم تحركي، هون بتكون النتيجة 100%. آخر حركة بنضيف معلقة فانيلا سائلة صغيرة، أو إذا متوفر عندك ممكن تحطي فانيلا بودرة عادي. أنا بحب حط طبق تحت الصحن اللي رح أسكب فيه للاحتياط، حتى إذا انكسر شي صحن ما ينتزع علي الأكل كله. رح نسكب صحون كاملة للأخير، حتى يلي بحب الرز بحليب لحاله يكون في له حصة. ورح نسكب بعد الصحون نص الكمية حتى نطبخ المبطن ونضيفه عليه. وإذا كنتوا عم بتتابعوني لأول مرة، أكيد هذا الشي بيسعدني، وبتمنى تعملوا اشتراك للقناة ولايك حلو. بتكتبوا لي بالتعليقات من وين عم بتتابعوني. وإذا حبيتوا تاخدوا لمحة عن القناة، فهي فيها وصفات صحية وفيها وصفات وحلويات لذيذة حتى أرضي الجميع، وفيها وصفات أطفال. هي النتيجة اللي كنا مندور عليها. شوفوا ما شاء الله الكمية. وهي القشطة صباح مع عسل أو مع قرفة حسب انتو شو بتفضلوا، كتير طيبة. أعيار البرتقال المبطن: 4 أكواب من عصير البرتقال، 4 ملاعق من السكر، 4 ملاعق من النشا. رح ندوبهن على البارد، نحركن منيح لحتى نتفادى أي تكتلات، لحتى يدوب النشا والسكر تماما. ونرفعن على النار، نار متوسطة لنار هادية. بياخد معنا تقريبا 5 دقايق بس. يعني الصراحة هو كتير كتير سهل وسريع. شو بتقولوا له ببلدكم؟ بتقولوا له مبطن ولا بالوزة ولا كيف تعملوه مع أي أكلة؟ أهم شيء التحريك المستمر لحتى يتقل معنا القوام.
تقريبا 5 دقايق، ما رح ياخد وقت أكتر لحتى يصير معنا القوام تقريبا بهذا الشكل. يمكن ريحة البرتقال وصلت لعندكم، ريحته بالشهي كتير كتير طيبة عن جد. طبعا نحن اليوم عنا عيد لأنه عملنا رز بحليب مع مبطن. هلأ أنا بعمل كتير رز بحليب، بس مبطن حسب، مع أنه هو أسهل بكتير، بس لحتى يكون فيه متوفر برتقال رح زيد نص الصحون لهيك بنقله مبطن فوق الرز بحليب، ورح أسكب صحون بس بالوزة لحال حسب يلي بحب، ورح أترك صحون رز بحليب. يعني هيك رح أكون رضيت جميع الأطراف. وقولوا لي أنتو أي صحن بتحبوا أكتر. أنا بالنسبة إلي كتير بحب المبطن مع الرز بحليب، الطعمتين مع بعض مميزة عن جد كتير طيبة لا تقاوم. وهلأ خبروني مين رح يجربها؟